واش هو الفرق في السكن بين الجزائر والمغرب؟ في المغرب اولا ما كانش حاجه يسموها سكنه باطل، ما كانش سكنه فابور، كاين حاجه يسموها سكن اجتماعي. السكن الاجتماعي بناو منه 200 ألف سكنة، 200 ألف سكنة انطلاقا من 95. شا معناتها هذا؟ معناتها السكنة تسوى 20 مليون مغربية اللي هي 400 مليون جزائرية. الدولة فاش تعاونك؟ تعاونك تنقص عليك التيفيا برك لي زامبو تاعها، اما انت تخلصها يا انت يا عن طريق البنك، والخمس فيها 50 متر حتى ل 80 متر، واذا تسكن فيها 4 سنين باش تقلع لك تيفيا، سينو كنت ما تسكنش 4 سنين فيها تقول لك هي خلصني التيفيا. هذه الحاله اللي عندهم تسمى كان سكنه باطل. في الجزائر توزعت 4 ملايين سكنه، من هذا 4 ملايين سكنه كاين بالتقريب 3 ملايين سكنه بين ريفي وايجاري، اجتماعي ايجاري. الريفي هو اللي عندك طرف ارض الدوله تعطيك الدراهم تبني حتى ل 100 مليون، واما الايجاري اللي عندها سكنه هشه، اللي عندها دخل اقل من 6 خطرات السميك، تعطيك الدوله السكنه وراك قاعد فيها تاعك على 20 عام تولي باسمك. شاولات تخلص واحد الكريه رمزيه اللي هي بالتقريب 20 درهم 40 درهم في هذا النسق. وكاين انواع اخرى وفيهم اعانات كما الاديال والال اس بي والال بي.